شيطان في زي راهب. يا كل التاريخ ده جايبه من الكتاب ده. بيقول ايه في اخر ايامه بقى؟ يقول لك ما حدش من اللي بيكتبهم تاريخ حياة الناس حتى من اصدق اصدقاء هذا الرجل يقدروا يبرروا بعض اعماله المشينة. والواقع ان الخلافات بين الكنيسة الارثوذكسية وبين الكنيسة، اذا جاز لنا ان نسميها كنيسة، وبين المذهب البروتستانتي خلافات صميمية، خلافات عقيدية وخلافات روحية وخلافات إدارية في إدارة الكنيسة وتنظيمها. هنبتدي بالخلافات العقيدية. والواقع أن الخلافات بيننا وبين المذهب البروتستانتي في الناحية العقيدية ما يزيد عن 25 اختلاف جوهري. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، برنامج اضواء واصداء، واتمنى من كل واحد سمعني الان يتصل بقريبك، يتصل بصاحبك، قول له شاهد الان القمص عبد المسيح، قمص زكريا بطرس وهو يسب ويغلط ويتحدث عن مارتن لوثر زعيم الطائفه البروتستانتيه. طيب انا بس هحلل تحليل بسيط على اللي قاله في الجزئيه دي. اول حاجه قال عن مارتن لوثر ان هو خايب، شيطان في زي راهب، نبي كذاب. وفي اختلافات بين الكنيسه البروتستانتيه الانجيليه يعني والكنيسه الارثوذكسيه، 25,000 اختلاف في العقائد. هل جويس ماير صاحبه القناه اللي بيشتغل فيه 25 اختلاف جوهري بين الكنيسه البروتستانتيه والكنيسه 25 خلاف عقد بالظبط. فهل جويس ماير مؤسسه القناه واللي بتدفع له فلوس وراتب تعرف ان هو غلط في مارتن لوثر مؤسس الطائفه الانجيليه، اللي هو قال حتى ما نقولش عليها ان هي كنيسه، قال ان هي المذهب البروتستانتي؟ هل البروتستانت في مصر، الانجيليين في مصر، يعرفوا ان زكريا بطرس واللي بيساعدوا زكريا بطرس ان هو اصلا كان بيسب في مارتن لوثر مؤسس الطائفه او مذهب او الكنيسه البروتستانتيه؟ ده سؤال موجه الى كل البروتستانت في مصر واللي خارج مصر واللي بيساعدوا زكريا بطرس واللي معاه في القناه كمان من البروتستانت. فضيلة الشيخ خليني نروح بقى على الطائفه الارثوذكسيه، نشوف هل برضه غلط في الطائفه الارثوذكسيه؟ تمام. طيب دي موسوعه الانبا غرغوريوس، موسوعه الانبا غرغوريوس. الراجل ده اسقف التعليم، اسقف عام للدراسات اللاهوتيه والبحث العلمي. في كتابه اسمه اللاهوت العقائدي، الجزء الثاني في اسرار الكنيسه السبعه، في الجزء رقم 8. لو فتحنا في الصفحه 74 جاي له سؤال، دي موضوع عباره عن اسئله واجوبه. اضطراب وحيره في طنطا ومن طنطا، اضطراب وحيره من طنطا وفي طنطا وطنطا. بيقول لك ايه؟ يقول عشرات صفحه رقم 74 صفحه رقم 74 في جزء من مقاله في اهميه المعموديه للخلاص، نشر بمجله الكرازه السنه الثالثه عددين 3 و4 في مارس عام 1967. جميل. يقول لك عشرات من الرسائل ترد الينا من طنطا ومن غير طنطا ومن مختلف بلاد الجمهوريه، يعبر فيها اصحابها بحزن عميق ومرير عن جهود منحرفه يبذلها اتباع جمعيه خلاص النفوس البروتستانتيه في طنطا لهدم كيان الكنيسه او هدم كيان الارثوذكسيه بها، وتبناها وتعطف عليها وتزعمها احد رجال الدين في الكنيسه الارثوذكسيه بطنطا. تتخيل مين معانا في مين القمص ده؟ زكريا بطرس. يعني من اول مكان في مصر غلط في الارثوذكس وغلط في البروتستانت وغلط في الكاثوليك، فهو ماشي بمبدا عاش الملك مات الملك. ايه اللي معاه؟ ما تطلش فيهاش. ففضيله الشيخ بس يبقوا فاهمين وعارفين، بس يبقى فاهمين ان مين هو زكريا بطرس وافكار زكريا بطرس، وقلنا التاريخ بتاع زكريا بطرس. فضيله الشيخ جالنا عشرات الرسائل وجالنا تليفونات، ليه ما كلمناش عن موضوع، او ليه ما كلمتوش النصارى بيقولوا ليه ما كلمتوش عن الشبهه او الافتراء اللي في حمل النبي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مدة 4 سنوات. هي المشكله ان هذا الرجل يلعب على هذا الديدن منذ سنوات،
ويدعي بها أنه قرأ الإسلام على مدار 50 عاما. ومن قبل قلت للقمص زكريا: أنت ما قرأت شيئا عن الإسلام ولا عن النصرانية، بدليل أنك مضطرب في النصرانية مضطرب في الإسلام. ثانيا، وهذا الذي أود أن أقوله، نحن جلنا آلاف الرسائل بل آلاف من المتعصبين، بس أسأل الله لهم الهداية. دايما بيقولوا هذه الشبهة. هذا رجل رمى شبهة على غير فهم، يقول فيها أن أم النبي حملت به ومات زوجها في أثناء الحمل، ولم تلد النبي إلا بعد 4 سنوات من موت عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بالحرف الواحد: فالمولود لا يمكن أن يكون ابن عبد الله. يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله جاء من طريق غير شرعي. هو يتحدث عن سيده وعن سيد أهل الكرة الأرضية بأسرها، عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن نسبه ويطعم. هو نقل نقولات من كتاب الاستيعاب والطبقات الكبرى والسيرة الحلبية وأسد الغابة وسيرة ابن هشام. وأود أن أقول للقمص زكريا: إن ديننا ليس كسائر الاعتقادات الأخرى على الإطلاق، بل إن ديننا يقوم بإذن الله جل وعلا على الصدق والحق. ولذلك حينما ننظر إلى الآثار والأخبار والأحاديث نرى أن الله قيض رجالا لحفظ هذه السنة فحفظوها وغربلوها غربلة، جعلوا لنا الصحيح لذاته وجعلوا لنا الصحيح لغيره، وجعلوا لنا الحسن لذاته وجعلوا لنا الحسن لغيره، وجعلوا الضعيف وجعلوا الموضوع وأظهروا المنكر والباطل وما لا أصل له إلى آخر هذه الأمور. وهذه هي الأمانة التي ميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم بأسرها. ولذلك نحن ندور مع هذه الأمانة بدقة. بالحرف الواحد هو يقول: اليوم الذي تزوج عبد المطلب فيه، يعني بيقول إن عبد المطلب جد النبي، عشان أوضح للمشاهدين والمشاهدات، تزوج مع عبد الله ابنه في يوم واحد. بيقول إن عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب تزوج بهالة، وأن عبد الله تزوج بآمنة بنت وهب في يوم واحد. هذه حملت اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات زوجها بعد أشهر من الولادة. ثم إن هالة ولدت، وكان المولود من هالة هو حمزة، وحمزة هو أكبر من النبي ب4 سنوات. فيسأل: ليه الفارق ده؟ هما الاثنين حملوا، المفروض دي تولد مع دي، ليه جه بعد 4 سنين؟ إذا بعد 4 سنين من موت والد النبي، إذا هي جايبها من طريق الشرع والعياذ بالله جل وعلا. وكيف نثبت كمان إن هذا أخ لهذا في الرضاعة؟ وأنا بقول له المفاجأة: تعلم يا زكريا، ظننت بهذه أنك عجزت أشياخ المسلمين وافتخرت بهذه، وقلت أن علماء الإسلام أجمع عجزوا عن الرد على هذه الشبهة. وأنا أقول للمسلمين وللمسلمات، للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات: آن لكم إذا سمعتموني الآن أن تكبروا الله أكبر، وأن تعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والآن سأنسف لكم كلام القمص نسفا، بل إني أقول إنني سأمحوه محوا. يا قمص زكريا، تعلم وتأدب مع نبي الإسلام، مع النبي الخاتم، مع الإمام المقدم، مع الرئيس المبجل، مع خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. أنت قلت كل هذا ثم طعنت في نسب النبي. تعلم مني وخذ هذه الروايات، أنا وقفت عليها التي أنت نقلتها بالحرف الواحد. هذه الروايات إن دي تزوج مع دي جاله حمزة بعد، وكان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات إلى آخر الطعن. خذ مني هذه الروايات، إنما جاءت من طريقين. أبدأ بالطريق الأولى من طريق الواقدي، الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة اللي تجيبها من الطبقات إلى آخره، من طريق رجل واحد اسمه الواقدي، وهو محمد ابن عمر ابن واقد القاضي المدني. تعلم مني ماذا جرى. هذا الرجل مين اللي نقل الرواية دي؟ ايه اللي تعرفوا عنه؟ لان احنا ما بناخدش كده حاطب ليل. اهو هذا الرجل ولد سنة 130 هجرية، هذا الرجل مات على القضاء سنة 207 هجرية. ماذا قال العلماء فيه؟ قالوا: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي. قال عنه أحمد بن حنبل، اللي هو راوي الروايات اللي انت بتنقلها دي، قال عنه أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث. راجع ورايا، قال عنه أحمد بن حنبل: هو كذاب
يقلب الأحاديث، بيقلبها، كذاب، ما عنده أمانة في أي رواية، هو كذاب يقلب الأحاديث. قال ابن معين ليس بثقة، وقال لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه. هذا رجل ما هو الثقة، ولا يكتب حديثه لعدم أمانته ولكذبه.